السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا من جميع، مرحبا بكم معايا جميع على قناتي وقناتكم الاخوة كويسين. نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله غادي نحضروا جميع سلطة او شلاضة بالفلفل الوان. عندي فلفله حمراء وفلفله خضراء، حكيت الثومه وضفت الزيت ما ضفتش بزاف لان في الاخير غادي نضيف زيت الزيتون. عندي الملحه، عندي قزبر حبوب مطحون، عندي الكمون، وفي الاخير عندي البزار. غادي نضيف الحامض، راس الحامض اللي عندي هذا تاع القرعه، وغادي نخلط الكل جيدا ونخليها حتى تشحر. وكيف ما قلت لكم في الاخير غادي نضيف قزبر ومعدنوس مفرومين وخويط تاع زيت الزيتون هذا حتى الاخر حتى تشحر لينا الفلفله. بقاو معايا ما تشوفين حتى تشحر ونرجع لها. وكيف ما تشوفوا معايا الفلفله راح تشحر، كاضافه تنضيفها قبل ما تشحر كنضيف الزيتون اللي مقطع شرائح رقيقه كنضيفو ليها تيجي لذيذ مع الفلفله. جربوه على طريقتي وردوا لي تاكلوا الناس بيعات يديكم كتجي رائعه. بقاو معايا ما تشوفين. ومن بعد ما تشحرات معايا كيف ما تشوفوا معايا وقفات على الزيت تاعها غادي نضيف قزبر ومعدنوس ونضيف زيت الزيتون. كيف ما قلت لكم ما كنضيفش الزيت في الاول بزاف، حيت في الاخر كنضيف زيت الزيتون. كنضيفوش في الاول باش تبقى النسمه تاعته باينه. والسلطه تاعتنا واجده، بقاو معايا ما تمشيوش تشوفوها في الطبق النهائي. وها السلطه تاعتنا واجده او شلاضه تاع الفلفل كيما تشوفوا معايا كتجي رائعه. كنتمنى تجربوها على طريقتي وغادي تنال الاعجاب تاعكم. كتجي لذيذه لذيذه لذيذه. انا غادي نرافقها مع السمك مقلي. كيف ما تشوفوا معايا انا حضرت جزر مشرمل، وهنا عندي شرموله غادي تجي واجده. مبقى لي غير نقلي الحوت. والسلطه تاعتنا ها هي واجده. كنتمنى تجربوها غادي تنال الاعجاب تاعكم. نبقى نقول لكم الى فيديو جديد ووصفه جديده. دمتم في رعايه الله وحفظه.